السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع. فيديو جديد وصلوا على الحبيب. جاي لكم النهارده في فيديو جديد، تمرينة الرجلين للبنات لتقوية عضلة الجلوتس وتشغيل عضلة الخلفيات. تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش تصلوا على الحبيب، ويلا بينا. أول شكل هنلعبه في تمرينة السكوات بالدمبل بالشكل ده. ده بيركز جدا على عضلة الجلوتس عند البنات بالشكل ده، واهم حاجة في النزلة تنزل للآخر وتطلع بالشكل ده. التمرينة دي مهمة جدا للبنات ومهمة جدا للولاد. تمرينة الرجلين. بعد كده هنزود الوزن وننزل أداء صحيح بالشكل ده. 90 درجة، ظهرك مستقيم وانت بتنزل بالشكل ده. بعد كده هنزود الوزن وننزل بالشكل ده. واهم حاجة وانت بتنزل تنزل الأداء الصحيح ده، ظهرك مستقيم ورجلك بتنزل معاك بالشكل ده عشان يركز معاك في عضلة الجلوتس، تركز معاك برضو في العضلات الخلفية. بعد كده هنخش على جهاز الماشين بتاع الخلفيات بالشكل ده. وانت بتلعب على الجهاز بتاع الخلفيات تفرد رجلك على الاخر وتطلع عشان تركز معاك على الخلفيات. بعد كده هنخش بوزن تقيل بالشكل ده، هنجيب 8 عدات. بعد كده هنجيب برجل واحدة ورجل تانية. هنجيب 8 عدات والأداء الصحيح تفرد للآخر وتطلع تاني. بعد كده هننزل. التمرينة دي بتركز على عضلة الجلوتس وتعصرها جدا. مهمة جدا التمرينة دي للبنات، تركز معاهم التمرينة دي جدا. التمارين اللي انا بلعبها النهارده في تمرينة الرجلين مركز على عضلة الجلوتس والعضلة الخلفية والخلفيات بتاعت الرجلين. بعد كده احنا زودنا الوزن وبنلعب نفس التمرينة. هنخش بعد كده على العضلة الأمامية في الرجل. هنلعب 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عدة بالشكل ده. لو ملاحظين أنا عامل مشط رجلي لقدام، بعد كده بلعب رجل ورجل. الرجل الأولانية بجيب فيها من 10 ل 12 عدة مدى حركي كامل. واهم حاجة وانت بتلعب التمرين ده تركز جدا في التمرينة علشان العضلة تظهر معاك. بعد كده نخش على الجهاز الفتاك اللي بيركز معاك جدا على عضلة الرجلين بصفة عامة. جهاز الدفع. اهم حاجة وانت بتلعب على جهاز الدفع
الاوزان اللي انت بتلعبها تبقى قادر ترفعها، ما يكونش فيه عامل مساعد معاك. هتقولوا لي ما انت حاطط ايدك اهو يا كابتن، اقول لكم لا، انا حاطط ايدي اللي هو سند، اساسا ايدي ما كانتش بتساعد، اللي هي لمسه بس. بعد كده انا زودت الوزن، وبنلعب من 8 مجاميع ل 12 ل 10 مجاميع، من 8 عدات ل 12 عده، 3 مجاميع. بعد كده احنا كده خلصنا المجموعه، هنخش على السمانه. واهم حاجه في السمانه المدى الحركي كامل، عشان السمانه تظهر معاك تنزل لتحت خالص وتقوم طالع. بعد كده هنلعب السمانه على الجهاز بالشكل ده، ننزل للاخر ونطلع عشان تجيب المدى الحركي الكامل في العضله بتاعه السمانه، وتركز معاك الاداء الحركي وتفجر السمانه. وصحيح السمانه عضله صغيره، وتركز معاك بالتكرار والوزن التقيل، علشان السمانة عضلة صغيرة وعايزة تشتغل بطريقة احترافية. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك